بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تكملة لباب الأخلاق والبر والصلة. عن عبد الله بن عامر أنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا وأنا صبي، قال: فذهبت أخرج لألعب، فقالت أمي: يا عبد الله، تعال أعطيك. فقال رسول الله: وما أردت. هكذا أعطيك. أعطيك. فقالت أمي: يا عبد الله، تعال أعطيك. فقال رسول الله: وما أردت أن تعطيه؟ قالت: أعطيه تمرا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تعطه شيئا كتبت عليك كذبة. الحمد لله، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. في هذا الحديث بيان تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يزور أصحابه في بيوتهم ويلاطفهم ويبين لهم ما يحتاجون إلى بيانه من أحكام الشرع. وفي الحديث أيضا جواز مخاطبة المرأة فيما يتعلق بشؤون الدين وبيان الأحكام الشرعية من العالم ومن القاضي. وفي الحديث التحذير من الكذب في أي صورة من صوره، سواء مزحا أو لجلب مصلحة، إلا فيما يستثنى مما ورد الشرع باستثنائه، كذب الرجل لامرأته يستصلحها، والمرأة لزوجها تستصلحه، والإصلاح بين المتخاصمين، وفي الحرب. وما عدا ذلك لا يجوز أن يستعمل الكذب في جلب المصالح أو دفع المضار، وما ذلك إلا لخطر الكذب على صاحبه، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل: وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته القصواء يوم الفتح، واستلم الركن بمحجنه، وما وجد لها مناخا في المسجد حتى أخرجت إلى بطن الوادي فأنيخت، ثم حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد أيها الناس، فإن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية. الناس رجلان: بر تقي كريم على ربه، وفاجر شقي هين على ربه. ثم تلا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، حتى قرأ الآية، ثم قال: أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. في هذا الحديث جواز الطواف بالبيت على الراحلة، جواز الطواف بالبيت راكبا، سواء على راحلة أو على مركب يركبه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، فيه مشروعية استلام الركن الأصل باليد، فإن لم يمكن فبعصا، يستلمه بعصا.
وفي الحديث مشروعية الوعظ والتذكير عند دواعيه، وأن يكون بالقرآن الكريم وبالسنة المطهرة، وإيضاح أصحاب الجنة من أصحاب النار بالأعمال، وأن الأتقياء هم أهل الجنة والفجار أصحاب النار. عن بشر بن عقربة قال: استشهد أبي مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته، فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال لي: اسكت، أما ترضى أن أكون أنا أبوك وعائشة أمك؟ في هذا الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وسلم واهتمامه بشأن الأمة، لا سيما الصحابة الكرام وأبناؤهم ذكورا وإناثا، فعطفه عليهم وملاطفته لهم واضحة في مناسبات متعددة، ومنها هذه المناسبة مع الابن الذي استشهد أبوه في تلك الغزوة، حيث قال له: أما ترضى أن أكون أنا أبوك وعائشة أمك؟ ومن حب الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم ولزوجاته الطاهرات رضي ذلك واغتبط بذلك وسكت. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية فغنموا وفيهم رجل، فقال لهم: إني لست منهم، عشقت امرأة فلحقتها، فدعوني أنظر إليها نظرة ثم اصنعوا بي ما بدا لكم. فنظروا فإذا امرأة طويلة أدماء، فقال لها: أسلمي حبيش قبل نفاذ العيش. أرأيتم لو تبعتكم فلحقتكم بحلية أو أدركتكم بالخوانق، أما كان حق أن ينول عاشق تكلف إدلاج السرى والودائق؟ قالت: نعم فديتك. فقدموه فضربوا عنقه، فجاءت المرأة فوقفت عليه فشهقت شهقه ثم ماتت. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال: أما كان فيكم رجل رحيم. في هذا الحديث بيان أن من طبيعة بني آدم المحبة والعشق للنساء، ومن النساء للرجال، تجلت في هذه القصة، قصة محبة هذا الرجل الذي خرج في السرية لا يريد جهادا إلا لينظر لمعشوقته فقط، وكذلك وكذلك عشق المرأة له، حيث وقفت عليه وهو كثير فشهقت شهقة فماتت، دليل على أن الحب يتمكن من القلوب فيودي بصاحبه إلى ما لا تحمد عقباه. وفيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفه الله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فأنكر عليهم بقوله: ألا كان فيهم رجل رحيم. أعد. قال: أما كان فيكم رجل رحيم، وهو إنكار عليهم لأنهم فعلوا ما لا يحبه النبي صلى الله عليه وسلم من بقائه واستصلاحه. وفي الحديث دليل على أن المجتهد إذا أخطأ لا يؤاخذ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤاخذهم، لم يكلفهم بديته
ولم يعاتبهم إلا بهذه الكلمة التي قالها عليه الصلاة والسلام. والله أعلم. صلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الأخلاق والبر والصلة. عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع: أمرني بحب المساكين والدنو منهم، وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت، وأمرني ألا أسأل أحدا شيئا، وأمرني أن أقول بالحق وإن كان مرا، وأمرني ألا أخاف في الله لومة لائم، وأمرني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنهن من كنز تحت العرش، وفي رواية فإنها كنز من كنوز الجنة. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا الحديث حديث أبي ذر رضي الله عنه، فيه بيان توجيه النبي صلى الله عليه وسلم له، وهو توجيه للأمة كلها، حيث أمره ب7 أوامر كلها من محاسن الأخلاق ومن أفاضل الأمور. أمره بحب المساكين، وحب المساكين والعطف عليهم من صفات أهل الإيمان، فهم بتواضعهم وما أودع الله فيهم من رحمة يحبون المساكين ويعطفون عليهم ويرحمونهم ويواسونهم ابتغاء مرضات الله، وتطبيقا لمبدأ التعاون على البر والتقوى والتكافل الشرعي. والأمر الثاني أمر للأمة بما يرفع قدرهم عند الله عز وجل، وهو النظر إلى من هو دونك، ولا تنظر إلى من هو فوقك، تنظر إلى من هو دونك، إما في العلم أو في المال أو في الجاه أو ما شاكل ذلك. فإنك إذا نظرت إلى من هو دونك شكرت الله عز وجل على ما أولاك من النعم العظيمة التي لم تكن عند من هو دونك. وإذا نظرت إلى من هو فوقك ازدريت نعمة الله عليك واحتقرتها، ورأيت بأنك أقل حظ وما شاكل ذلك مما دل عليه الحديث الذي يوافق هذه الوصايا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم لئلا تزدروا نعمة الله عليكم. والوصية الثالثة أو الأمر الثالث صلة الرحم. والرحم هم الذين يمت إليهم الشخص بصلة، وكذلك يمتون إليه بصلة من جهة الأبوة ومن جهة الأمومة على اختلاف طبقاتهم. فصلتهم من العبادات ومن حسن الأخلاق ومن البر الذي
يرفع الله عز وجل به العبد درجات في الدنيا والبرزخ والآخرة، ويقيه بسببه العذاب، ويكون سببا في سعة الرزق وفي طول الأجل، كما ثبت بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: من أحب أن ينسأ له في أجله ويوسع له في رزقه فليصل رحمه. والأمر الرابع فيه إرشاد إلى التعفف عن المسألة، حيث قال: وأمرني ألا أسأل أحدا شيئا لا قليلا ولا كثيرا، وهو تحقيق لمبدأ التعفف والاستغناء عن أموال الغير ومساعدات الغير بحسب الطاقة. ولا ينفي هذا من احتاج إلى مساعدة ضرورية من المال أو الشفاعة أو نحو ذلك من الأمور، لا حرج عليه ولا إثم عليه. والأمر الخامس قال: وأمرني أن أقول بالحق ولو كان مرا. والحق ضده الباطل، وهو وضع الشيء في موضعه، سواء كان قولا أو عملا. فالواجب أن يقول المسلم الحق ولو كان على نفسه أو على قريبه أو على أكبر منه، فإن الحق أحق أن يقال وأحق أن يتبع وأحق أن يعمل به العاملون. قال: وأمرني ألا أخاف في الله لومة لائم، وذلك أمر ببيان الحق وإعلانه وإظهاره ورد الباطل على اختلاف أصناف الباطل من شرك وبدعة وفساد في الأرض إلى غير ذلك من ألوان الباطل الذي يجب أن يرده المؤمن بأدلة الشرع مهما استطاع إلى ذلك سبيلا. والأمر الأخير قال أبو ذر: وأمرني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم بين علة هذا الأمر بقوله: فإنهن من كنز تحت العرش، وفي رواية: فإنها كنز من كنوز الجنة. وهذا من العمل القليل الذي يترتب عليه الثواب الكثير، وفيه تقدير لله عز وجل، إذ يتبرأ المؤمن من حوله وقوته ويسند ذلك كله إلى الله تبارك وتعالى. والحق أنه لا يستطيع أحد على جلب مصلحة أو دفع ضر إلا إذا أعانه الله تبارك وتعالى عليه، والله أعلم. هذا، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الأخلاق والبر والصلة. عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الحديث
وصية من النبي صلى الله عليه وسلم بالمماليك الذين هم تحت أيدي سادتهم، ومضمونها الرفق بالمملوك، فيطعمه سيده مما يطعم ويلبسه مما يلبس، وإذا كلفه بالعمل لا يشق عليه فيما يكلفه به، فإن كان العمل شاقا فليعنه على ذلك، وإن كان سهلا في مقدوره قام به. والذي يظهر أنه يلحق بالمملوك الأجير الذي يستأجره الإنسان، يرفق به، وإذا كان عليه طعامه وشرابه فليطعمه مما يطعم، وليرفق به في العمل ولا يكلفه ما لا يطيق. وهذا من مكارم الأخلاق ومن القيام بحق الأخوة الإيمانية، فالناس إخوة في الإيمان، سواء المملوك والسيد والشريف والوضيع. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وإن حسن الخلق ليبلغ درجة الصوم والصلاة. وهذا الحديث الصحيح فيه ترغيب في حسن الخلق، وحسن الخلق هو الدين كله. ففيما يتعلق بحقوق الله عز وجل يقوم بها على الوجه المراد، وصاحب الأخلاق الطيبة هو أول من يقوم بحقوق الله تبارك وتعالى على الوجه الأتم. وكذلك حسن الخلق في التعامل مع طبقات الناس، مع الأسرة ومع الأقارب، يكون بالإحسان إليهم بالكلمة الطيبة والتوجيه الحسن والتعاون على متطلبات الحياة. وهكذا بالنسبة لسائر الناس يكون المسلم حسن الأخلاق مع الجميع، وذلك في حدود الشرع، إذ لا يكون خلق حسن إلا إذا كان ينطلق صاحبه من نصوص الشرع من الكتاب والسنة. ويبدأ الإنسان بأسرته وأقاربه وأهل مجتمعه، وينطلق بحسن خلقه في التعامل مع الناس على اختلاف طبقاتهم، فهذا ينال من الأجور ما يناله الصوام والقوام والصيام والقيام من خير الأعمال. فجاء حسن الخلق فلحق صاحبه بأصحاب هذه الأعمال الفاضلة. والمقصود في الحديث دعوة وترغيب إلى أن يكون المسلم حسن الأخلاق في أقواله وأفعاله، يحتسب في ذلك الأجر عند الله تبارك وتعالى. وعن عياض بن حمار رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطبهم فقال: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد،
ولا يبغي أحد على أحد. وهذا الحديث العظيم من جوامع الكلم فيه إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم إلى خلق التواضع، والتواضع ضده الكبر والبغي وغمط الناس واحتقارهم. فالمتواضع هو الذي يتخلق بأخلاق الإسلام ويعامل إخوانه المؤمنين معاملة أخوية، لا يبغي عليهم ولا يحتقرهم ولا يغمط حقوقهم ولا يسيء إليهم إساءة بالقول ولا إساءة بالفعل، وتراه دائما وأبدا يهضم حق نفسه تواضعا لله تبارك وتعالى. والتواضع يظهر على الجوارح ومحله القلب، فيظهر على الجوارح في حسن القول وحسن العمل وحسن السلوك مع الغير، فيكسب صاحبه الأجر الوفير. ومتى تخلق المسلم بخلق التواضع وعدم الترفع على الناس فإنه يحارب أضداد التواضع من احتقار الغير وغمط حق الغير والإساءة بالأقوال والأفعال إلى غيره، بل يقوم بحقوق الأخوة الإيمانية كما هو دعوة الإسلام إلى هذا الخلق العظيم. ولا يبغي أحد على أحد، لا بالقول ولا بالفعل، لا يعتدي عليه فيظلمه، لا في عرضه ولا في دمه ولا في ماله، ولا يبغي عليه بقول ولا فعل. وبذلك تتحقق الأخوة الإيمانية ويتحقق عند المسلم خلق التواضع، فيرفعه الله درجات. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل كريم يحب الكرم ومعالي الأخلاق ويبغض سفسافها. الكريم اسم لله تبارك وتعالى، فهو جواد كريم، ويحب من عباده أن يكونوا كرماء في أقوالهم وفي أفعالهم وفي تعاملهم مع الناس. فإن الكرم صفة من الصفات العظيمة التي يرفع الله عز وجل بها صاحبه، صاحب الكرم، درجات عنده، لأنه يقابل الكرم يقابله البخل، كما يقابله سوء القول وسوء التعامل. فالكريم تراه دائما وأبدا حسن التعامل مع الناس في أقواله وأفعاله، وتراه يجود بالمال في مواضعه ولا يبخل به، وفي المقدمة ما أوجبه الله تبارك وتعالى في ماله. وإذا كان الله يحب الكرم لأنه الكريم ويحب من عباده الكرماء، فهو يبغض ضد ذلك، يبغض
الأمور التافهة والأخلاق السيئة التي تصدر من اللؤماء الذين هم ضد الكرماء، يبغضها الله تبارك وتعالى. والمقصود أن الله يحب كل قول حسن وكل عمل صالح مبرور ظاهرا وباطنا، وكل تصرف يجعل الإنسان من أصحاب الصفات العالية العظيمة المحبوبة عند الله وعند الصالحين من عباده، ويكره أضدادها كما جاء في هذا الحديث. الله أعلم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لما خلق الخلق قامت الرحم فأخذت بحقو الرحمن فقال: مه؟ قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فذاك لك. قال أبو هريرة: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هذا الحديث صريح وعظيم لما فيه من الدعوة إلى صلة الأرحام التي يترتب عليها الأجور العظيمة في الدنيا والبرزخ والآخرة. وفي الحديث الآخر: من أحب أن يبسط له في رزقه وينشأ له في أجله فليصل رحمه. وهذا الحديث كذلك فيه الوصية بصلة الأرحام والتحذير من قطيعتها. والصلة للأرحام تكون بالأقدام وما ينوب عن الأقدام، كما في الوسائل الحديثة في هذا الزمان، الهواتف ونحوها. وتكون بالمال عند القدرة من الواصل والحاجة من الموصول، وتكون بالهدايا، وهكذا. وبذلك يكون العبد واصلا، ولا تتحدد الصلة بشيء معين، ولكن حسب العرف وحسب الحاجة. والتحذير من القطيعة التي تترتب عليها العقوبات العاجلة والآجلة، وهي عدم الصلة وعدم المبالاة بالأرحام، فإن هذا يسبب العقوبة العاجلة والآجلة كما أسلفت. وعموما فالحديث فيه دعوة إلى الصلة وتحذير من القطيعة، وأن الله تبارك وتعالى يثيب الواصل فيصله بخيره وفضله وإحسانه، ويعاقب القاطع من جنس عمله. والله تعالى أعلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: تزيد في العمر، يعني يجعل الله بركة في العمر، وإلا فالآجال محدودة، ولكن يجعل الله في العمر القصير، في العمر القصير بركة في العمل، فيرتفع بذلك صاحبه. هذا وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الأخلاق والبر والصلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد غفر لك كذبك
بتصديقك بلا إله إلا الله. روي من حديث أنس وابن عمر وابن عباس والحسن البصري مرسلا. وهذا لفظ حديث أنس عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل: يا فلان فعلت كذا، قال: لا والذي لا إله إلا هو. والنبي عليه السلام يعلم أنه قد فعله، فقال له فذكره. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الحديث معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنبأ هذا الرجل بما جرى منه من المأثم الذي هو الكذب، فهي معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا في الحديث فضل لا إله إلا الله، وأنها أفضل الذكر، وأنها من خير الأقوال التي تكون سببا في دخول الجنة والنجاة من الخلود في النار، حتى ولو كان قائلها يقع في كبائر الذنوب، فإنه ما دام من أهل لا إله إلا الله علما وعملا، فإنه وإن عذب في النار إلا أنه لا يخلد فيها بفضل الله، ثم بفضل عمل لا إله إلا الله. وثالثا فيها إكرام الله عز وجل لهذا الذي أذنب ذنبا وأخفاه وأظهره الله عز وجل لرسوله عليه الصلاة والسلام، ففيه إكرام له من الله تبارك وتعالى، حيث غفر له ذنبه بهذا السبب العظيم الذي هو التصديق بلا إله إلا الله، حيث أقسم بها، وهو دليل على تصديقه بها. وعن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من أحب. فمن ظن بالمال أن ينفقه، وخاف العدو أن يجاهده، وهاب الليل أن يكابده، فليكثر من قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من أحب. فمن ظن بالمال أن ينفقه، وخاف العدو أن يجاهده، وهاب الليل أن يكابده، فليكثر من قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ما شاء الله. في هذا الحديث بيان على فضل حسن الخلق كما تقدم، وأن الأخلاق قد قسمها الله تبارك وتعالى بين عباده، وهم متفاوتون فيها تفاوتا عظيما، غير أن العلماء الربانيين يأخذون النصيب الوافر من حسن الخلق، وما ذلك إلا لمعرفتهم بالله وما يجب له وما يمتنع عليه،
وما يجب أن يقدمه العبد لله تبارك وتعالى ابتغاء مرضاته. وفي الحديث بيان أن الرزق مقسوم بين الخلائق، وأنه لا يعطى العبد من الرزق إلا ما جار به القلم في الأزل، لقول الله تبارك وتعالى: أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. والخلاصة أن كلا من الخلق الحسن والرزق مقدر من عند الله عز وجل ومقسوم منه، فكل يأخذ نصيبه، ولا بد من بذل الأسباب، لا بد من بذل الأسباب التي تكون سببا في التحلي بحسن الأخلاق، وسببا في البعد عن مساوئ الأخلاق، ولا بد في السبب أيضا في طلب الرزق بشرطه أن يكون من وجوه الحلال، وأن يوضع في الحلال، وألا يشغل الإنسان عن أمر الآخرة. فلا يجوز لأحد أن يتكل على ما جرى به القلم وقسمه الرحمن في الأزل فلا يأتي بالأسباب، فذلك هو العجز، ولكن يؤمن بأن الله قد قسم الأخلاق وقسم الأرزاق، فلا يتحصل المخلوق إلا على ما قسم، ولكنه لا بد أن يبذل السبب حتى يكون قد حقق مراد الله تبارك وتعالى منه. وأما إذا ترك الأسباب اتكالا على ما كتب فهذا هو العجز الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: واستعن بالله ولا تعجز، ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وثانيا أو ثالثا في هذا الحديث فضل الذكر على اختلاف أنواعه، وعلى سبيل الخصوص ما جاء ذكره في هذا النص، وهو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالإكثار منها يعدل الصيام ويعدل القيام ويعدل الجهاد، ويزيد على الإنفاق من الذهب والفضة، كما ثبت بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالذكر من الغنائم الباردة ومن العمل اليسير الذي يترتب عليه الأجر الكبير، كما هو منطوق الحديث وغيره من الأحاديث التي تشهد لهذا النص. وينبغي للمسلم الذي اقتنع في أن هذا الذكر يعدل ما ذكر من الأعمال التي جاء ذكرها أن يتعرف على معاني الجمل، يعني يتعرف على معنى سبحان الله والحمد لله، أي ما معنى سبحان الله وما معنى الحمد لله، يعني يفهم المعنى أن معنى سبحان الله أي أنزه الله تبارك وتعالى عن كل نقص وعيب، لأنه صاحب الكمال المطلق. سبحان الله أي أنزه الله وأقدسه عن كل عيب ونقص، فهو صاحب الكمال المطلق. والحمد لله
ثناء من العبد على ربه تبارك وتعالى لأنه المستحق لأن يحمد. ولا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، والله أكبر أي أعظم من كل شيء وأجل من كل شيء وأقدر على كل شيء، ولا حول ولا قوة إلا بالله، براءة من الحول والقوة الذاتية إلا ما أعان الله تبارك وتعالى عليه عباده، فإنهم يستعينون بالله وبحوله وقوته، ويتبرؤون من حولهم وقوتهم الاستقلالي، ولكنهم يأتون بالأسباب، والله عز وجل هو القاضي وهو المقدر وهو المعين على فعل الخير وترك الشر. وإن الله يعطي الدنيا من يحب. وقوله عليه الصلاة والسلام إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب دليل على حقارة الدنيا، وأنها ليست ذات شأن، لأنها دار ممر لا دار مقر، وأنها دار فانية، وأن كل ما هو فيها فاني والعبد زائل منها، لذا فلا بد من الاستعداد لدار الكمال والبقاء والدوام، وهي الآخرة أي الجنة. ولا يغتر المكلف بالدنيا فإنها حقيرة، ولقد جاء في الأثر لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، ولكن لحقارتها فإن الله يعطيها من أحب من عباده المؤمنين، فقد يكون منهم الأغنياء والأثرياء، ومن لا يحب من أعداء الرسل ومن أعداء الله وأعداء الرسل وأعداء المؤمنين وهم الكفار، يعطيهم من الأموال ومن الحكمة ومن الصحة ومن الولد وغير ذلك في الدنيا، ولكن ليس لهم في الآخرة إلا النار، وبئس القرار إذا ماتوا على كفرهم وشركهم. عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: ولا يعطي الإيمان. وقوله عليه الصلاة والسلام ولا يعطي الإيمان إلا من أحب دليل على فضل الإيمان، وأنه هو رأس الأمر، وأنه هو كل شيء، والسبب الأعظم في رضا الله تبارك وتعالى ودخول دار كرامته وتبوء منازلها، لأن الله أعدها لأهل الإيمان، وقد أثنى الله عز وجل عليهم وذكر صفاتهم على سبيل المدح والنعت لهم. لذا فالإيمان أشرف الأعمال وأجلها وأفضلها عند الله تبارك وتعالى، والمؤمنون هم أفضل الخلق عند الله عز وجل. فلا يعطي الإيمان من عالم الإنس والجن إلا من أحبه الله فمنحه هذا العمل الجليل الذي هو الإيمان بما أنزل الله من كتاب وبما أرسل من رسول. عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. قال ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وهذا الحديث الجليل فيه التحذير من الظلم، من ظلم النفس بالمعاصي على اختلاف أنواعها، وأن من أعطاه الله المال والصحة والأمن والاستقرار وهو مقيم على المعاصي فذلك استدراج من الله عز وجل لهذا العاصي
لأنه يستحق ذلك ولا يظلم ربك أحدا. وتحذير من ظلم الغير أيضا، لأن من ظلم الغير يسمى ظالما، ومن ظلم نفسه بالمعاصي يسمى ظالما. لذا فالظالم لنفسه والظالم لغيره على خطر عظيم في الدنيا والبرزخ والآخرة. وإذا أمهله الله ولم يعاجله بالعقوبة فإنه يدخر له من العقوبة ما تليق به، لما في قوله تبارك وتعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى، أي أهلها، وهي ظالمة، أي أهلها ظالمون، إن أخذه أليم شديد. وهكذا اتفق الحديث مع الآية الكريمة: وأن الله إذا أمهل الظالم فإنه لم يهمله، وإن أخر عقوبته في الدنيا فإنه يضاعفها له في الآخرة فيجازيه بما كسبت يداه وما قدم من عمل سيء. والله عز وجل صاحب الحكمة، فهو يجازي العامل من جنس عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. نكمل الحديث. وعن واثلة بن الأسقع قال: كنت في أصحاب الصفة، فلقد رأيتنا وما منا إنسان عليه ثوب تام، وأخذ العرق في جلودنا طرقا من الغبار والوسخ، إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ليبشر فقراء المهاجرين، إذ أقبل رجل عليه شارة حسنة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم بكلام إلا كلفته نفسه أن يأتي بكلام يعلو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف قال: إن الله لا يحب هذا وضربه، يلوون ألسنتهم للناس لي البقرة لسانها بالمرعى، كذلك يلوي الله ألسنتهم ووجوههم في النار. هذا الحديث الجليل فيه فضل أصحاب الصفة، وهم قوم من أهل الإيمان والرغبة في مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة خلفه، والجهاد معه، والتعلم منه، فأووا إلى المسجد، وكانوا فقراء فقرا شديدا، حتى إن أحدهم لا يجد إلا الإزار فقط، كما جاء في هذا الحديث وغيره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهدهم. ومن جملة المجلس الذي حضره هذا الرجل الذي أحب أن يرفع صوته على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يعتبر كلامه أحلى وأعلى من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا المعتقد سبب الخيبة، لأنه لم يقدر الرسول عليه الصلاة والسلام حق قدره، ومن ثم لم يقدر الله حق قدره الذي بعث رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم وجعله أفضل المخلوقات وأحب المخلوقات إليه عليه الصلاة والسلام. فكان ذا هيئة حسنة، وأخذ يتكلم ويلوي لسانه بالكلام ويتفاصح. فلما انصرف بين النبي صلى الله عليه وسلم حاله، وذلك من معجزاته عليه الصلاة والسلام، بأن هذا وأمثاله لا خير فيهم ولا خلاق لهم،
وأن الله يجازيهم من جنس عملهم، فحيث أنه يلوون ألسنتهم بالكلام الباطل، فإن الله يلوي ألسنتهم في النار وبئس القرار، لأن الجزاء عند الله من جنس العمل، ونعوذ بالله من سوء الحال والمآل. هل ينطبق على من جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا؟ هل ينطبق على مثل هذا من جاء بعده في هذا الزمن أو في زمن؟ نعم، كل من سلك هذا السبيل مع العلماء ورثة الأنبياء يتفاصح ويريد أن يعلو عليهم بمنزلته وقدره وهو من أهل الباطل، فإن الله عز وجل يعاقبه، لأن العلماء ورثة الأنبياء، هذا إن مات على باطله. وأما من أدركه الله برحمته لأنه أتى بأسباب الرحمة، فالله تبارك وتعالى غفور رحيم. وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله